مرحبا. فيديو اليوم منوع وكتير في شغلات حلوة. إذا بتحبوا هالنوع من الفيديوهات خليكم معي ويلا نبلش. بداية أنا رحت على الهو في طبخة، رحت على الليدل. بعد شوي بدنا نروح أنا وماما نجيب أغراض. أنا عم بطبخ فول مقلى كتير سهل على فكرة. بتحطوا زيت الزيتون، هذا الفول ماما عملته كانت حاطته بالفريزر، وبتحطوا الثوم والكزبرة مع بعض وبتتركوها بعد ما تغلي على نار هادية حتى تتسبك ويستوي الفول. كتير سهلة. وبعدها بنروح أنا وماما على السوق. عم بغلي الحليب، بدي أعمل رز بحليب، وهنيك عم بسلق الرز، بس للأسف هلا هيك فار مثل ما شايفين. عم بسلق الرز، بدي أعمل رز بحليب. شايفين بتزينوها باللي بدكم إياه. مثلا أنا حطيت جوز هند، فستق. الفستق فيكم تفرموه بيطلع أطيب. anyways يعني كاجو اللي انتو بتحبوه. وهون انا بعمل الكزبره. شايفين انا بحط لها ملح وخل وبنضفها منيح، بفرمها. انا فرمتها شوي خشنه، وبعدين بس تنشف بفرزها بحطها بالفريزر. النعناع، انا النعناع بغسله كتير منيح بمي وخل، وبالوحده بالورقه بغسلهم بعدين بمي جاريه، وبعدين بعملهم بهاي. شايفين هاي بتشف الخضره، وبحطهم بعلبه وبحط فيهم محارم مطبخ، بضلوا اسبوع بتاكلوا منهم كانه هلا شاريينهم. وهلا الغاز، شايفين الغاز صار عليه هيك الرز، فشايفين هذا كتير منيح مستر مصل خصوصي للأفران. رح رش عليه وانقعه، بعد شوي بتشوفوا لحاله بشيل كل هالحكي. انا بالعادة بعمله بالشفرة، بس هذا لقيتها انها كتير طريقة حلوة وحبيت ورجيكم اياها. شايفين كيف هي عملت؟ انا ما انتبهت لانه هذا سخن هلا خلص منه، بينما هداك بتصير بتلغي وبتشيل الوسخية. اما هيك لا، هاي الشغله مو منيحه. هلا برجع بستنى ليبرد وبرجع اطبخ عليه من هي الماده. شايفين بعد ما نشفت الماده بليفه عاديه راح كل شيء. شفتوا كيف كان؟ عن جد هذا الدواء بجنن. رح احط لكم هلا صورته على طرف الفيديو بدل ما ينعمل بالشفره، والشفره احيانا تجرح. هلا هيك بدي اقعد احضر مسلسل الحفرة انا وماما. صرت بالجزء الرابع، حلقة 344. يا ماش عشق، وهي بحبها يفسون. شايفين النعناع؟ هي بعد يومين شايفين بضل هيك اخضر ما احلاه. جربوا هالطريقة، بتحطوا هيك محارم مطبخ بحيث انه ما يضل فيها رطوبة، واكتبوا لي بالتعليقات اذا جربتوها. جيت اليوم على الليدل، فشوفوا جايبين كمان غطية وجوه تخوت، حبيتهم يعني. هيك شايفين في هيك، في عدة اشكال، في هيك ب150 الغطا. هدول كمان بيجامات هيك حلوين والله. بس هذا البنطلون، هلا هي بيجامة شورت، وهي كمان بيجامة شورت، وفي بس البنطلون منها. في هيك هدول قطن 100%. هورجيكم اياه. هيك في فساتين، في بيجامات للاطفال كتير حلوين. هدول هيك، هاي زهر شوفوا للبنوتات الحلوين كمان. هيك في هيك وجوه. هلا اذا بتروحوا على الليدل باربي للتخوت للبنات، في للصبيان هيك. في هاي المراية هلا هيك. ترى عدة روائح. طناجر ستانلس ستيل، والله هي حلوة إذا بتشوفوا ماما. نازل كمان بتتذكروا المفكرات اللي ورجيتكم اياهم مرة سنة من السنوات؟ فهي نازل منهم السنة. في 3 موديلات. في هاد هيك كتير حلو، هاد بجنن. هيك اكتبوا فيه شو اللي عندكم اياه بهالسنة، شو افكاركم كذا ل2026. هاد السنة الجاي. في هيك، في كتير قصص. في هذا، في كذا موديل. ريس داك بوك، هاي اذا بتسافروا شي له علاقة بالسفر. كتير حلوين، انا حبيت هدول الدفاتر. الواحد حاطينه ب60 كرون.
حلوين، كل شيء له علاقة بالرحلة كذا حلوين. مقالي يعني اللي كالعادة شغلات كتير. وهي اللي بتنشف الخضرة كتير ظريفة، هي بقلبها بتكون هيك شايفين نشفوا فيها الخضرة، حقها 50 كرون والله ما غالية كتير حلوة. هاي العجانة بتجنن بصراحة، هون حقها 700 كرون، ماما جابتها أصغر بكتير من روستا كانت ب 800 كرون، فهي عجانة كبيرة وب 700 كرون بتجنن. هدول هيك تعلقون على الحيط كتير حلوين، شوفوا بيعطوا أضواء كتير حلوين. كتير حلوة هاي الدفة، تتذكروا أو بتعرفوا إنه ما لازم تستخدموا البلاست. في هيك دفات فرن. هاي البيجامات عم قلكن عنهم او بالاحرى بناطلين، في منهم هيك، في هذا اللون، في هيك هي بيجامة شورت، وفي هاي البيجامة هيك قطن 100%، وفي بنطلون اسود وفي هذا اللون هيك بناطلين قصار مثل الموجود بالصورة، سعرهم 100 الواحد. هوني اللي بقلكن دايما طيبة مثل القشطة، تاكلوها مع عسل ومع الخبز كتير كتير طيبة. وين هدول للبيت؟ في اسود وفي هيك حبيت والله، وفي هاد حلاوة عم تقلي روان انها طيبة. لا تخافي ما عم صورك ما عم صورك عم تقلي روان انها طيبة بنت خالتي، فما بعرف ناخذ نجربها نحن مو كتير بس باللوز. اوكي هاي شغل يونان، هي شغلات اليوم الاسبوع اليوناني، هلا كل اسبوع بيكون شيء، هذا الاسبوع اليوناني. هلا هاي الاكلات ماما هدول اللي بتحبهم، هاي بتحبها وهي بتحبها، هدول الاكلات كسارات الاسنان ماما بتحبهم هدول، هاخذ لها. The next day. الفلوق الماضي قلت لكم انا رح اسلق بيض بهي، فهلا حطيت بيضتين وبشعل الزر وبس تسمر بكون خلص البيض. بحط فيها مي، انا بحط لهون لهالدرجة، ففوق هذا بتطلع البيض يعني وسط مستوي، لا كتير ولا شوي، هي إلها عيارات شايفين بريشت او يعني عند هذا الاسود فإلها عيار. رح اسلق بيض وبعدين برجع لكم. تذكروا كمان بالفلوج اللي مضى كنا رحنا على محل انتيكا، فشو لقيت انا لقطات، جبت هي جبناها 145 كرون، هي بتقشر بطاطا وبتقشر سلطة كمان، وهي هي الأداة أكيد أنا بليفها قبل ما استعملها. لقيت كمان لقطة أبريق، هذا أبريق معدن، أنا اللي عندي بلاس تسخين مي، هذا الأبريق كمان بده تليف، عندي واحد بلاستيك أنا ما بحب استخدم البلاستيك لتسخين المي. كمان هدول الشقف تتذكروا صورت لكم اياهم هونيك، هدول بكره بدي استخدمهم لظبط الجنينة، أنا عندي بس كل فترة بحب غير ألوان الجنينة. هلا هي كبيرة بكره بتنحط على الطاولة بالجنينة، هدول البرادي هيك حبيتهم كمان للجنينة، جبت تنتين. فهي الأشياء اللي جبناها من المحل اللي رحنا عليه، محل الأنتيكا بالفلوج الماضي. هلا بدي شيل الاستيكرات عنه ونظفه. هلا بحط فيه مي من جوا، وفي هذا الظرف ظرف ملح ليمون أنا جبته من الشيئين، رح حطه بقلبه وبعدين حطه بالكهرباء واغليه معه هذا الظرف، فبيرجع مثل الفلة من جوا كأنه جديد. جيت على الهو ام، شوفوا هدول حلوين، صار صيف، حلوين السناسل حبيت. السنة دارج الأزرق هالصيف والأبيض، حلو هذا الفستان الأزرق كثير حلو. هذا هيك الأزرق هيك كتير حلو كمان، جينز دارج. والأصفر السنة كتير حلو، شوفوا هذا شو حلو، كتير حلو عن جد. سعره يا جماعة الخير 200 كرون هاد، بس ما انه مكوي. القميص كتير حلو، لينين بجنن، كتير حلو القميص. والجاكيت كتير حلو، سعر الجاكيت 400 كرون. ودارج كمان البني مع انه لون صيفي، والانيمال برينتس من شوي شفت كمان التايجر
الأصفر الفاتح كمان. هي الألوان دارجة كأنه هي تنورة بتجنن. رح أورجيكم إياها. تنورة كتير حلوة خرافية جلد على فكرة، كتير حلوة، كتير حبيت التفاصيل اللي فيها. وهدول حلوين كمان. ماما بتحب هالأشياء. زهر دائما ألوان هيك رايقة. كل الألوان نازل لإني قمصان لو بتحبوا ميلينا. شورتات، القمصان زهر أزرق كلهم قماش لينن. فهذا اللون كتير حلوين. حاطين هون اكسسوار كمان. وفي عندكم هدول هيك القماشة جاكيت كمان لنة لون الأحمر والأبيض. هذا حلو. كلها تياب حلوة بس مو مكوية. في هذا هيك تيشيرتات حلو. هذا القميص هذا سعره 250 كرون. كمه كتير حلو. وفي تايجر أنا استغربته صراحة، بأوروبا ما كتير بيلبسوا تايجر. في هيك كمان كل الألوان من هاي أسود منها. هذا أسلوب مورغان بالعادة بيكون. هذول حلو. جينز رجع درج العريض الشارلستون. كتير شفت تيشيرتات السنة هيك عليهم فاكهة. شفتوا هنيك ليمون. هذا كتير القماش حلو، كتير حلو لونه. فستان. وفي هاي يعني هالسنة كأنه كله القماش عليه فاكهة ليمون. والكروشيه اللي ماما دائما بتحبهم كتير وبتقلي كتير حلو الكروشيه. هاي كمان ما بطل السنة. في هيك زهر كتير حلو. هذا الكم بجنن. ياي شو حلو عن جد حلو. شوف كتير حلو. والبنطلون كمان لأنه بياخد العقل. ملينا لو هون كان طلع لها. كتير بتحب بناطلين اللينن جد حلوين للصيف. جايبين منهم كل الألوان. وهذا الفستان رح أورجيكم إياه. رح أرجع أنا خرب. والفستان هذا بيجنن. رح أحطه هون وأورجيكم إياه. كتير حلو. القمايش كتير حلوة بتجنن على اللبس بجننوا عن جد. البنطلون كتير حلو اللينن. رح أقلكم شو سعره. سعره يا جماعة الخير 200 كرون. عن جد جميل. وفي مثل ما قلت لكم كل الألوان. أصفر رد الأصفر الليموني. هذا الفستان جميل جدا بذكرني بسما بلعبة حب. أنا شفت شغلة بتجنن هلا بورجيكم إياها. شوفوا الفستان ما أجمله. عن جد حلو كتير. وأنا بحب الفساتين الطويلة تلبسوا فوقهم جاكيت كتير بيطلع حلو. شو حلوة. أنا على فكرة عندي عشق للون الأصفر. وكان عندي كتير شغلات هيك مخرمة طبعا هيك راحوا ما عندهم عندي. ونازل هذا البنطلون كمان حبيت مثل الصوف ومن تحت عريض كتير حلو بجنن البنطلون. هذا بيج. وفي هدول هيك كمان كل الألوان. في أزرق أسود وأبيض. صراحة أكتر وحدة حبيتها هي. فستان كمان هيك أحمر من هدول. عن جد الفساتين بجننوا على اللي بس هالشغلات تاخد العقل. في هيك قصص حلو كمان. في هذا اللون جميل أزرق وفيه بس هيك زيح أحمر كمان. هي حلوة. في كتير شغلات هالمرة نازلة بالهوقم جميلة. حلوة. حطيتها هون بس لصور لكم اياها. شوفوا هيك فيها تخريم اللي بس فوق الثياب. في كذا لون. صور هالمرة هيك. حلوين هدول. ما بتحب اللولو. في هدول قلوب
في هدول مين هيك بتحب. درج الحلق الكبير. هاي كل واحد هو بذوقه. في هدول هيك حلوين لحفلة. في هيك مستغربة انه درج الحلق الكبير تايجر لانه هلا صيف. حبيت هاي الشحاطات حلوين. في هاي كتير حلوة، وفي هاي رح اعطيكم فكرة عن الاسعار. هاي سعرها 350 كرون. مستوحى من البحر هذا العقد، نجمة البحر وهيك. شنطة المكياج هاي كتير كيوت، في أسود. كلهم عن جد نازل الألوان كتير حلوين. شوفوا المخدات اللي فوق ما أحلاهم. واو، في ريحة هون هيك بخور أو شي. شوفوا هدول ما أحلاهم مخدات. هلا هيك بالجنينة بالصيف خرافيين. وهي الحرامات إذا بدكم تحطوهم كتير حلوة بتجنن. سجادة ما بعرف قديه سعرها بس جميلة جدا صراحة. شوف شوي شغلات حلوة منزلين ألوان، وأنا كتير بتعرفوا بحب الألوان. دول هيك حلوين بالجناين كمان. حسب اللون اللي انتو بتختاروا لجنينتكم. حلوة هي، حلوين هالألوان المخدات كثير حلوين. قصايص، أغراض الجناين، دول للحمامات كثير حلوين كمان. عن جد حلوين الصفون. أعطوكم فكرة كيف تعملوا ديسبلاي على الطاولة. حلوة كمان شرشف طاولة وهيك. أغراض ليكن شو حلوين الفناجين بجننوا. وردة، شوفوا فنجان وردة، صحنه مثله. بس هون عن جد حلوين الأغراض. وهي شقف المطبخ كمان حلوين، عليهم ليمون وهيك. قلتلكم السنة دارج هيك شغلات. حبيت كتير الصحون والبياضات لتخوت. شوفوا أحلاهن، ألوان كتير رايقة. في تقريبا كل الألوان. الألوان الزهر الجميلة وناشف الوجه. هي الراب هاي للشعر حلوين. هاي الرواية 129 وحدة. تلاقوا هون بادي ميست كتير حلوين. هلا هيك رايحين بدنا نمشي مشوار ما كتير بعيد صح؟ لا ما بعيد شوي. لا شوي شوي بعيد شوي بس انه مشوار. حبينا نمشي وهيك والله. والجو اليوم حلو شوفوا. وهيك والله والجو اليوم حلو. شوفوا 14 17 وهيك 17. صحيح. ليش عم اقول 14؟ لا 17. الهواء 18 كيلو بالساعة. بس عن جد الجو حلو وشاعري. حلو الربيع جنن. في أحلى من فصل الربيع. شوفوا بس حتى تزهر الأشجار طلع بصيروا جنن.
مرحبا، اليوم بدنا نطبخ أكلة كتير طيبة وكتير صحية. عنا هون سبانخ. هذا السبانخ كانت ماما غسلته كتير منيح وعصرتهم وفورت عليهم المي كمان، سلقتهم يعني نص سلقة تفويرة بس. هلأ هون رح نحط اللحمة وسمن ورح نقلي اللحمة، لحمة مفرومة أكيد. أنا كنت عاملتها بالقناة بزيت، هالمرة رح أعملها حط 7 بهارات، تعرفون مشان زنخة اللحمة وهيك. ورح تحط ملح، انتو الملح اكيد حسب الرغبة. ورح نقلي اللحمة. هاي اللحمة كانت بالفريزر. بتعرفوا اللحمة بالفريزر ما بتقعد فترة كتير طويلة، يعني اي شي حتى بالفريزر له فترة اكثر من 3 شهور. اللحم الدجاج ما لازم يقعد بالفريزر. لما بتشتروا لحمة حطوا اللحمة الجديدة تحت والقديمة فوق حتى ما تستخدموا الجديد، بضل القديم بالفريزر. رح قليهم وبرجع لكم. ما تقلت اللحمة ما بضل ولا نقطة دم لازم. رح نحط فوقها السبانخ ونقليها. أكلة سهلة وصحية. رح أقلي السبانخ معها وبرجع لكم. المرحلة رح نحط توم. ماما كم سن توم؟ شي 4 سنين توم. الطبخة صغيرة ما في غير أنا وماما، فأنا رح أحركهم مع بعض وأقلبهم. خلينا نحط الكزبرة. إذا كنتوا حاطين الكزبرة بالفريزر بتطلعوها بس وقت اللي بدكم تطبخوا حتى ما تسود. نقلبهم مع بعض. بحب بحط لها شوية ماجي. شايفين هاي الماجي الباودر، بهار الخضار. رح تحطها حتى بس تنكهها، وبعدين بنغطيها ونخليها تستوي على نار هادية. شوفوا فيها هي مي، فما بنحط لها مي. لا بدنا ولا نقطة مي تحطوا لها، لأنه اوريدي السبانخ فيه مي ورح ينزل ميته. خلصت الطبخة، ما في أسهل من هيك. طبخة كتير سهلة وكتير صحية. وبعدين رح نطبخ جمبرز. هيك خلصت الأكلة. بتشهي كتير طيبة وكتير مفيدة. تعصروا لها ليمون، تاكلوا معها هيك ليمون. احنا بنحب الفليفلة كتير الخضراء أنا وماما. وبتاكلوا جمبرز زي رزات ماما بيشهوه، بحبه واختها. وانا كنت عامله سلطه الخس الفرنجي كمان كتير طيب. الخس الفرنجي جربوا هاي الاكله على طريقتنا وصحه والف هنا. هيك كان غدانا لليوم. حبيت اذكركم باكله. كان هذا فيديونا لهالنهار. اذا عجبكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واضغطوا على علامه الجرس حتى يوصلكم مني كل جديد. بحبكم كتير والى اللقاء في فيديو قادم. باي باي. أحلى شيء الإنسان بالعالم يحقق اللي يتمناه ويحلم به. أحلى شعور بالعالم شعور النجاح.